انت النهارده اللي جايب الاكل. ايه رايك؟ شاطر مجتهد. نلعب لعبه مجتهد. جايب ايه بقى؟ جايب مفاجاه، حاجه أيوة. حاجه نفسك فيها وبقالك كتير قوي عايزه تصوريها وعايزه بعيدا عن التصوير تاكليها. برجر. لا مش برجر، لا كشري. لا ما باكلش كشري، ما باكلش كشري. ايوه بس عايز تصور الكشري، انت بتقولي حاجه نفسك فيها وعايزه تصوريها. وانا هاكل انا معاكي. طب هقول لك تعالي نلعبها افلام. اوكي فيلم. هو مش فيلم يعني اسم اوكي. من كلمتين. اول واحده طبق. لا مش طبق بقى، نصحى بقى صح. لا ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ بيتزا ولا ايه؟ طب سيبك من دي. التاني ايه ده؟ هوا. صيف. ايه ده؟ في ايه؟ عايز اكل بيتزا في التكييف بتاع الريسبشن لما نجيبه. مساء الفل وحلقه جديده من تقييمات الاكل. ايوه انا احتلت القناه. ساره فهمي، محمد حسين راشد. قاعده هتموت. حيران عماله افكر. مش تعرف لان دي حاجه هي نفسها فيها جدا، هي نسياها. الذاكره بقت شعري عامل كده ليه؟ شعري عامل كده. يلا مش مشكله، احنا ازاي نسينا. لايكات كبيره غليظه، ولع الدنيا سخنه محروقه او مرطبه او اي حاجه، الجو نار. وما تنساش تكتب لنا في الكومنتات الكومنت المهم جدا. ايوه، هل ساره فعلا النهارده هنكتشف ذوقها الحقيقي في الاكل ولا لا؟ إيه ده؟ هي الحاجه اللي جايه دي حاجه بتعشقها، حاجه بالنسبه اقدم. يلا بينا. ايه ده؟ افتكرت ازاي؟ ايه رايك في هذه المفاجاه السعيده انه حواوشي الربيع يا ساده، انه افضل حواوشي في مصر، انه احسن زوج في مصر. احنا جايبين تهمه، دي تهمه. ولو على ذكر التهم بقى، ايوه فاجئني في تهمه هنا بس خلاص مش مشكله. انا حاسه ان في حاجات كتير. لا ده حاجات بلاوي، فاحنا هناخد اول سقفتين من قدام الكيس عشان نفرش اللقمه. عشان بينا. انا والله جعان جوع. يلا. جايب لنا 4 معالق. امال ايه؟ في جيش امال ده اكل نفرين؟ 1 2 3 4. قال لك مينيمم ده اكل 4. ايوه. حواوشي الربيع ساره نفسها فيه جدا، بقالها فتره كبيره ان احنا نصوره. حواوشي الربيع في امبابه، وده الفرع الاصلي وده الجامد. هنبدا حاجه طبعا. حواوشي الربيع احلى حاجه فيهم سلطات، مخلل، طحينه، كل ده بيجي مع الاكل. لان دلوقتي بقى كله يقول لك اطلب علبه التوميه وعايز دمع الطحينه. واخده بالك انت؟ جايبين حواوشي ساده، جايبين 3 حواوشي ساده، وحواوشي بالسجق، وحواوشي سجق جبنه، وجايبين واحده مكرونه كبده وواحده مكرونه بالسجق. يا خرابي، ده غير السلطه. ايه يا خرابي يا عرابي، جبتها منين دي؟ بس سمعتك بتقولها. انا متاكد انك علمتك حاجات وحشه كتير. ايوه 2 جواز يعني. الاتيكيت بيقول نبدا بالمكرونه بالسجق والكبده، لان انا ما باكلش كبده. حواوشي ربيع واتيكيت في نفس الجمله؟ ما تمشيش. لا يعني نبدا حواوشي ولا مكرونه؟ حواوشي. هنقفل بالمكرونه. نفسي في الاثنين. خد السقفتين. يلا بينا. مش عارف إيه يعني بقى؟ حاسس بدوخه. ايوه وانا كمان. احنا هنبدا ايه بقى؟ حواوشي ساده بقى الديفولت الاول كده. الديفولت. يا خرابي. بص لا بص استنى بعد اذنك. انا هفك معلقه من ال 45. لا مش هاكل الحواوشي بالمعلقه. أيوة طبعا. لا يعني معلقه ايه؟ بص صديقي اسمع. بص يا بيه، شمر وسمي الله. حواوشيايه ساده لحمه تجنن في الجمال ب 95 جنيه. ومش عايز اقول لك هي من جوه تحس انها رومانسيه بطريقه، كميه تشويق. بصي احنا سيبنا واحد سلطه خضراء. أيوة. ساره طبعا. سيبنا واحد مخلل اللي اوعى تسيبه من ايدك، والطحينه. أيوة. عصير برتقال بتاع ساره. الفي بتاعتي دول من الثلاجه. قطع يا برنس. احلى ربع حواوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ساره قررت ان احنا ناكل اربع عشان في 3 حواوشي وطاجنين ايوه اكيد عشان نعيش يعني. بص عليك اللحمه جميله وغليظه ازاي. بص بسم الله. مليانه. مليان. سمي الله. متهزروش بقى. حلو حلاوه قوي. بقالي كتير قوي ما اكلتش حواوشي غير اللي انت بتعمليه في البيت. اللي انت بتعمليه ده حته ثانيه، ده سكه ثانيه خالص. لا سكه ثانيه لو حطيته جنب حواوشي الربيع هيتظلم. لا اله الا الله. لا انا بالنسبه لي الحواوشي بتاع الربيع ده يعني ثواني. حس الحواوشي بيتكلم معاك، بيقول لك عايز يقول لك حاجه.
ده الساده يا ولاد. ما بالك بقى من ابو سجق وسجق وجبنه، هيبقى ايه؟ عياط. ايه هيبقى عياط انهيار. ادوق حته بالطحينه. ده احنا لسه في افتتاحيه الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده هشبع. مش هكمل معاك الحلقه. انا خلصت الربع. وبص على الربع بتاعك. ممكن افتح بقى اللذيذه دي. يلا. استني، بص صوت، بص اسمع يا خرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله. سفتيني يا امي. يلا. عارفه اخر مره اكلت حواوشي الربيع امتى؟ من حوالي 2 سنين، ومن ساعتها نفسي فيه، وكل ما اقول يا واخده بالك؟ ايوه. الحاجه دي هذا الشيء هو اللي حببني في حواوشي الربيع. حلقه من تشويق جامده جدا. بص يا بيه، رغيف نظيف قوي كده زي ما انت واخد بالك. لو جيت قلت له بص، لو قلت له افتح يا سمسم، هتلاقي سجق وهتلاقي لحمه، يعني قولون كل سنه وانت طيب. ولكن لا، ده اللي حببني في حواوشي الربيع. بقى نتكلم عليه بطريقه كويسه واحسن من كده. أيوة. هتاخدي السلطه دي قدامك عشان يعني مش شعريه، وهاتي لي الطحين انا كده. ايوه نعمل كده اللي هو ايوه. برضه هناكل ربع. ايوه. ما ينفعش ناكل نص. لا في حاجات كتير تانية لسه. اتفضل. فانا هبدا اشبع خلاص. قص يا عم، قص يلا. خش عليا، خش الانهيار. خش عليا، خش. ده من حلاوته فك عن بعضه. بص يا بيه، بص محشي ازاي. افتح بقك ودوق، افتح بقك، تلاقي الحشوه حلوه بجد يستاهل. الحشوه كتير ومليانه. ثمنه فيه بصراحه 125. سمي الله سمي الله يا ابن اللعيبه. غير ان هو فظيع. هو عامل ايه بقى؟ طبقه سجق مفروم، غير السجق الحتت. غير السجق القطع. يعني هو عامل لحمه طبقه رفيعه. ايوه. وسجق طبقه رفيعه قوي. ايوه. وسجق بقى قطع بتتبيلته بقى مع عيش. يا بسم الله فظيع. تاكل ده من هنا تنسى الاولاني بقى. مع انه كان حلو وشكرنا فيه وقعدنا نبوز فيه وبتاع، لكن ده امال لو ده بقى اللي هو اللي جاي وعليه جبنه. مش عايز افكر. لا بصراحه يا جماعه جامد قوي. والتتبيله بتاعه السجق جامده. انا مش بيعجبني اي سجق متبل من اي مكان. انا بيعجبني اي سجق متبل. ايوه بس التتبيله بتفرق. ايوه التتبيله بتفرق والدهون. انا نسيت اخد طحينه من كتر ما هو حلو. انا نسيت اخد طحينه. المفروض واحده الدب طحينه بقى. انا نسيت اخد طحينه. وشفت انت عارفه تقيل ازاي اللي جاي ده؟ اصلا وزنا تقيل موت. خد بق بقى. انت جايب برتقال. انت ايه يا ابني؟ انت إيه؟ مش قادره على انتحار كامل. ما يبقاش جريمه كامله. أيوة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه من غيرك؟ ايه ده؟ لا سقفتين بسرعه عشان هبولق. بقول لك ايه بذمتك ومش هزار، مش العلبه دي تقيله؟ ايوه والله العظيم. ما بالك اللي جوه بقى؟ ده ب 150 جنيه. استنى بس بالك اللي جوه ايه؟ ده ب 150 جنيه. هل يستاهل ولا لا؟ دي النقطه المهمه الفاصله. حواوشي لحمته سجق. احنا ماشيين معاك درجات. احنا بدانا بالساده، بعد كده اتحط عليه سجق. ده بقى سجق وجبنه. بص يا بيه، بص يا بيه، ده ايه ده؟ ايوه ده بيتزايه. دي بيتزايه كده. ايه ده يا ساره؟ ده ايه ده يا ساره؟ ده ساره ده ساره امسكي قطعي بسرعه. قصتك. انا قلت بقى ان هو مش مستحمل الارباع بقى. انت يعني خلاص رديت علينا. خرابي يا جدعان. بص انا مش عايز اقول لك الجبنه جوه عامله زي بص. يعني عارف انت عارف اعلانات البيتزا اللي بتنط كده؟ ايه مش عارف عشان بس حاجه هتقع في سجق. وقعت. هاكلها بقى دي. ده يتاكل من النص ده ولا من الجناب ولا اعمل ايه انا؟ بالجناب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا صح. لا واو، لا حلو قوي. طب وبعدين؟ ما هو كل شويه عمال يحلو. انا كان على فكره كنت راضي جدا بالاولاني، الحواوشي العادي الساده. مش قادره اتكلم من فرط. بص صوتي عامل ازاي. ايه الصوت ده؟ انت ايه اللي حصل؟ من فرط اللذه. من فرط اللذه فعلا. انا كان عاجبني الساده وكنت راضي بيه. بعد كده قلت اللي بالسجق حلو وكنت راضي بيه جدا. ده مش هقدر انزل عنه بعد كده. لا هو ما فيش حاجه وحشه. ده حلو قوي كده يعني. احنا خلاص لا يا جماعه اطلبوا ده والنبي. هنطلبوا 3 يا جماعه اطلبوا اللي بالجبنه ده يا جماعه. هو غالي 150 غالي، بس يستاهل والله. ثمنه فيه بجد.
وما هياش جبنه رومي، لا دي موتزاريلا، وموتزاريلا كمان نوع كويس. والله حلوه قوي. يعني هي مش مقصره على التتبيلات خالص. والطعم اللحمه، بس بالعكس مديك مهدياها سنه كده. أيوة، ومديها طعم الموتزاريلا. بالظبط، مديك طعم كده مختلف. رايق. بسم الله الرحمن الرحيم. نفسي افتح. عايزه تجربيه بالطحينه؟ ماشي. بصراحه انا مش مستاهل اصلا يتاكل بطحينه. ده سوبر واو، ده سوبر واو، سوبر واو. الحواوشي نظيف نظافه، ومش مستاهل تاكل اي حاجه جنبه. يعني انا مش قادره افسد الطعم واحط معاه حاجه. بس عشان نبقى حقانيين، انا كان عاجبني، اقول تاني، انا كان عاجبني الساده جدا، وكان عاجبني جدا اللي بالسجق. لما طلعت قلت لا تصدق الساده يعني مش اللي هو عارفه الاحساس ده. ايوه انت بتعلي. لما اكلت ده مش عارف ازاي هرجع اكل محتاجين ناخد فاصل ولا ايه؟ جدا. لا انا مش عايز اخد فاصل. انا مبسوط جدا. لسه في حاجه بقى اجمد داخلين عليها. انا لو قادر اسيب ده من ايدي كنت سبته. لا الموتزاريلا مش ممكن، عامله ميكس مش طبيعي داخله جوه ايه ده. لا بس يلا بقى، يلا في مكرونات بقى، ما كده هتشبع عشان نعرف نقيم المكرونات. ماشي. طيب اهو نفسي فيه. القطه فريده فين؟ القطه فريده النهارده هتتمغمغ مغمغه. ده انت فاكره ان انا هخرج حاجه من الحاجات دي؟ طب يبقى كده هتفضل تنونو وتخربش لنا في الباب. ممكن تخربش، تطلع لها قطع بسيطه اللي هي الدواء على الدواء. عارفه انها خلفت 3 سقفتين. هنسميهم بقى، هنسميهم انا بقى الحلقه الجايه سقفتين. احب اقول لك ان الفقره دي محمد استحاله يقرب لده. اقول لك ليه بقى؟ لان ده مكرونه بالكبده، شكله حلو بصراحه. ومحمد استحاله ياكل كبده في حياته ولا يشمها. باشا عندي مكرونه بالسجق ناريه، مش هقول لك غير انها ناريه. فانا هقيم ده ومحمد هيقيم ده بس، وانا هقيم ده معاه. ده 2. ايه الرعب ده؟ وانا هقيم ده لوحدي. ليه؟ ما مش ده جايبين لك ده الحلو الكبوت ده، هو شكله حلو بس انا ما اقدرش احط كبده في بقي. ايوه. طيب نسمي الله. خد يا باشا فردغ. انا كنت مفردغ معلقه قبل كده هستخدمها. المكرونه اللي بالكبده ده 185، والمكرونه اللي بالسجق ده ب 170، يعني الفرق بينهم 15 جنيه. سمي الله وكل بيمينك. كبده اكتر ماشي. طبعا من اغلى. بسم الله الرحمن الرحيم. مبسوطه طبعا بالكبده، ده مزاجك الكبده دي. حدث ولا حرج. من الحاجات، معلش انا من كتر اللي انا قلت الجمله دي الناس بعد كده مش هتصدقني. برضو مش هاكل كبده من اي حته، او مش هتعجبني كبده من اي حته. بس حته الكبده شكلها نضيف قوي صراحه. لونها بالظبط هو ده اللي انا عايزه اوريه للناس. اسكبي ايدك وقربيها للكاميرا. بص شكلها نضيف، لونها نضيف. السجق شكله هو السجق اللي في الحواوشي على فكره. هقول لك رايي، يعني عندي راي هقوله دلوقتي. بصي هقول لك على حاجه. هي حلوه قوي لو انا مش هجيب حواوشي، لكن الحواوشي مور سبايسي، مش سبايسي، لا مور اقوى. ايوه اقوى. لا بالزبط. يعني هو اكل الجو طبعا. هل ده وحش خالص؟ حلو بس موت. يجوا منفصلين، يعني يوم هتاكل فيه حواوشي، يوم تجيب مكرونه بسجق او كبده على حسب بقى. عايزه رايي ممكن تجيب واحد حواوشي ساده ومعاه طاجن من دول. ده لو الناس يعني بتحب اللي تجمع ما بين الحاجتين، العيش والمكرونه او العيش والرز او كده. لو حد ما بيقدرش ياكل غير حاجه واحده بس زي هياكل حاجه منهم، يعني مره هطلب حواوشي ايا كان نوع ايه بصراحه منهم، مره هجيب مكرونه. واكتر انا ما دقتش السجق بس هذوقه دلوقتي هعرف انهي واحد برضو اللي هطلبه بعد كده. دواك بقى معلقه مكرونه بالسجق. ايوه خلي بالك ان انت ضايقه المكرونه عندك وهو السجق، فممكن ما تدوقيش يعني ممكن ما تدوقيش. ماشي بس عايز تدوق. حاضر. بسم الله. اي حاجه باكلها حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح بقك بقى كده. ايه الاخبار؟ السجق بتاعه رهيب. سجق موال. بعدين ما اعرفش ايه ده يا ساره، ايه التتبيله طبقه السجق اللي انت بتقوليها دي؟ ايوه هي دي بهاريز؟ لا التتبيله اللي جوه السجق يا محمد، هي التتبيله اللي بتبقى جوه السجق، فهي الخلطه دي بتفرق من حد للتاني. بس بصراحه فظيعه مظبوط جدا. اللي باين فيها قوي جوز الطيب طبعا، واهم حاجه ان هي مش زفره. انا ارشح لك المكرونتين دول، لكن الحواوشي ياكل الجو بصراحه. الساده بعد كده اللي بالسجق، بعد كده بالسجق والجبنه، دول حلوين جدا بس يا ريتنا بدانا بيهم. يعني عارف لو كنت بدات بيهم كنت مشيت طبيعي، لكن هم حلوين. لا هم حلوين قوي، بس اللي فات ده
وداني في سكه مش عارف ارجع خلاص. مش عارف أرجع. المطعم بشكل عام محترم ان هو يجيب أوي. كل ده. انا بقى بطلبه فبقول له انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا، فبقول له السلطات، انت ما سمعتيش المكالمه دي. فبقول له السلطات، قال لي باشا كل ده موجود معاه، كل ده جاي. وفعلا جايب كميه، جايب ايه 5 علب مش عارف ايه، 6 علب مش عارف ايه، 20 بالعطيه. ومتخيل طبعا ده عدد ناس هتاكل، لكن في الاخر جايب حاجات كتير، كميه. اخر معلقه بقى بجد ما يعني بصراحه الحاجه تحفه، فيها سنه السبايس اللي انا بحبها، اللي هي مش اوفر ومش هاديه قوي. أيوة. في النص. فتخليك السبايسي هو اللي بيخلي الواحد ياكل زي المخللات والكلام ده. فسنه السبايسي دي اللي بتخليك تشهى، بس مش اللي هي بتغلب على الاكل، لان في ناس مثلا بتحط كميه هالوبينو وسبايسي جامده قوي فتخليك ان انت بتاكل بس انت مش ضايق اي حاجه من الاكل جميل. ولا توابل ولا طعم اللحمه ولا الكلام ده، لا حاطط لك السنه السبايسي مع ان التتبيله بتاعت الحاجه حلوه جدا، فالدنيا كلها مظبوطه تخليك سؤال غبي. تاكل. سؤال غبي، الكبده بتبقى سبايسي سنه زي السجق كده؟ طب سقفتين بقى عشان ندي تقييم لان انا مش قادر. يلا بينا. انها لحظه النهايه. ايوه. وبصراحه عايزين ندي تحيه لحواوشي ربيع الاول. احنا طلبنا حواوشي ساده ب95، حواوشي سجق 125، حواوشي سجق جبنه 150، مكرونه بالكبده 185، مكرونه بالسجق 170، وحط لي واحده طحينه ب5 جنيه زياده مع الاوردر ده. مش فاكر اذا كنت طلبتها في الاوردر ولا لا، بصراحه مش فاكر، لكن اوفرول مش فارق لي في حاجه. الحساب كان 730 جنيه ودفع او حط عليهم 20 جنيه توصيل في الحساب بتاع الاكل اللي كان ده كله بكل حاجه 750 جنيه، وده سوبر واو. عيبين عايز اقولهم بس انه مش على طلبات، فبالتالي انا مش عارف ادفع فيزا. انا النهارده مثلا في البيت معيش فلوس كاش، بس معايا فلوس في الحساب، فما كنتش عارف ادفع ازاي. فقال لي بص ممكن فودافون كاش، ممكن مش عارف ايه، يعني قعدنا نلف في قصه كبيره، وطبعا دي حاجه مش ظريفه يعني. الحاجه الثانيه انه خد ساعه تقريبا، لكن وهو مش بعيد، هو في امبابه واحنا في العجوزه. بس الاكل واو يعني، الاكل عارف اللي هو لان الحلال افضل سأنتظر، لان الحواوشي سوبر واو. انتظرت، انا صبرت ونلت والله. ايوه صح. انا شايفه ان احنا ندي تقييم عام للحاله كلها. ماشي. بما ان مفيش حاجه ما عجبتناش فمش محتاجه ان احنا نفصصها. فشايفه ان احنا ندي تقييم عام للتجربه وللمحل والكلام ده. يلا بينا. 1 2 3 9.5. اوه انها المتعه الكامله يا ساده. طبعا دينا صار حواوشي مع سجق مع كبده مع سلطه خضراء في دلوقتي اللي هو خلاص وقطير وقرفرف في الفضاء تيرارا. ده حقيقي. انت مبسوطه صح؟ جدا. جدا. الاكل حلو، مش حاسس ان انا تقلان بعد الاكل يعني. انا لسه عندي شغل النهارده بس انا مش تقلان، وحاسس ان انا شبعان ومبسوط ان في شويه اكل هيفضل اكله مثلا بالليل. سوبر واو. انا كل الحته اللي نقصتها من الراجل ده بس عشان خد وقت بقول لك وما عندوش فيزا، لكن غير كده الاكل 10 من 10 100%. ما تنسوناش في لايك، ما تنسناش في شير، ما تنسناش في سبسكرايب. ساره عايزه توصل ل 10000 سبسكرايب، هي مش تطلب، هتوصل 10 مش تطلب حاجه تاني. ليه؟ ما قولي لنفسك كل ده عايز اوصل 10000. ايوه يعني وصلت الشهر جاي 10. حلو، يبقى نطمح لل20. نبدا كده بقى. لايكاتكم الحلوه هو اللي بيساعد في انتشار الحلقات، الشير بتاعك بيساعد، الكومنت بتاعك بيساعد جدا جدا. في 2 انستجرام هنا جريو. اشكركم شكرا جزيلا، ونشوفكم الحلقه الجايه على خير. لو انت جامد بعد كل ده بقى، لو وصلت للتيتا دي ايوه اكتب التايمر وتوقع الحلقه الجايه ايه. اللي هيقولها صح نقول اسمه في اول الحلقه الجايه ان شاء الله. اللي وصل بقى لهنا ده الفنان بالظبط، ده الزبون البريميوم. ايوه. باي باي.